السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده احنا هنبدأ سلسلة جديدة من الفيديوهات. فيديوهات ايه؟ اديني عقلك. طبعا انا بقول كده طبعا. ثواني كده افكر. ايه هي السلاسل؟ ثواني افاجئهم بقى. اديهم. يعني مش فاهم في بس ماشي. احنا عاملين سلسلة جديدة هنجيب اشهر المطاعم. ده اشهر حاجات عاملة ضجة على السوشيال ميديا الايام اللي احنا موجود ايام فعلا زي الايام المسائية. ونشوف هل فعلا زي ما بيتعمل عليها اعلان وحلوه ولا وحشه ولا ايه. طبعا النهارده معانا مطعم. لا مش مطعم، ده حلو. معانا ابو لبن. ابو لبن هو اسمه بلبن. بلبن بلبن بلبن. ابو لبن دي مش عارف ابو لبن. يا لهوي حاجه شاي كده. دي اسمها حاجه طالعه اسمها جديده اسمها ايه؟ المنبوسه. المنبوسه. المنبوسه دي بكام المنبوسه؟ لا نقول لكم طعم الاول وبعد كده نقول لكم سعره كام. يلا هندوق وهقول لكم ان شاء الله. يعني احنا يعني ايه، نحاول احنا نغير في نوعيات خد يا استاذ الفيديوهات ان شاء الله. يعني بسم الله. البمبوزه دي عباره عن ايه اصلا؟ ده قشطه ومفروض ايه؟ هندوق لبن. ندوق انت الاول ولا ندوق سوا؟ مانجا وقشطه. بس ده كده بس. يا سلام. هي عباره، لا هي حلوه. هي حلوه بس هي عباره عن مانجا وايس كريم بس. هو في الاعلان ما كانش كده. هو في الاعلان قال لك تفاح ومانجا وكريمه وايس كريم. في الايس كريم بقى؟ لا هو بطعم الايس كريم بيقفل مع المانجا. مفيش ايس كريم. مش شايف ايس كريم خالص. لا بس هو سايح. لا مفيش ايس كريم. فين ايس كريم؟ لا فيها ايس كريم. بطعم ايس كريم بس مفيش قشطه ولا اللي فيها كريمه قصدي. مليانه كريمه. ازاي مفيش كريمه؟ لا مش طعمها كريمه. هي الايس كريم غالب على الكريمه. انت ايه؟ مش عارف بس هو خالص. يعني هو وانت حتى دخلت على الاعلان طبعا انت هتروح اعلان حاجه وان انت هتشتري حاجه ثانيه حقيقه. الطعم ده حاجه بتاكل معلقه. بص هي البمبوزه دي عامله 90 جنيه. 90 جنيه؟ لا وحشه. غاليه. اختراع فاشل. اما انا اجيب مانجا واحط عليها جاز جنيه. معانا ايه تاني؟ نجرب ايه؟ ده اسمه ايه؟ اسكندراني. اوريو. لا ده افتحوا احنا هنعرف عشان في 2 اوريو. ايوه دي شخلع حلو. اوريو يا جدعان دي متشخلعه. هي اوريو ومعاها اسمها ايه؟ نوتيلا. قال لك اسمها ايه؟ اوريو رز بلبن ومش عارف ايه كاستر ده ولا مش عارف ايه. وحش جدا. مش حلو. يا ابو رز بلبن غريب كده. لا يا اسطى البتاع كمان الاوريو غالب عليه قوي قوي. تحسه ناشف صح؟ هو ناشف كده ولا استنى كده. الرز ده مش لاقي رز بلبن. الرز بلبن معجن ومش عارف معجن ليه. لا معجن. بكام؟ هو يبقى شكله كده. هي العلبه انا مش فاهم العلبه فاضيه ليه يعني. لا يا اسطى بتاع وسط البلد احلى بكتير. مش احنا جبناه؟ هو العلبه فاضيه. لا بتاع وسط البلد كان احلى. انا ده جايبه من حدائق من سكرات المعادي. بس بص العلبه عامله ازاي. بتاع العلبه فاضيه. فرع الوسط البلد تحفه. العلبه فاضيه خالص. في نص علبه فاضيه. حتى لو قلت له مثلا عشان العلبه مش هتشتري فيه ده. العلبه فاضيه. بص هو عباره عن رز بلبن ومكسرات ولا ايه دي؟ جواها كنافه. كنافه تقريبا.
والبتاع اللي مش عارف اسمه ايه ده، الرول ولا اسمه ايه؟ والشوكولاته. جلاش. دي حلوه. الشوكولاته طعمها حلو باين فيها، الرز بلبن باين فيه، والكنافه باينه فيها، وكل حاجه باينه، كل واحد يعني كل حاجه لها طعمها باينه فيها، صح؟ بس انا مش عارف برضو يعني الرز بلبن مش باين قوي. الرز بقى مش باين، والكميه قليله قوي، يعني انت يعني الكميه دي قليله، يعني انت المفروض تبقى. انا جبته قبل كده من فرع وسط البلد، كانت العلبه مليانه لاخرها. دي العلبه فاضيه اصلا. الرز بلبن مش باين. اشك العلبه اشك من كده، دي حقيقه. هو في مشكله في الرز بلبن اكيد، انا برضو هاتوا كده غلط، مش عارف المشكله فين بصراحه. الرز بلبن خفيف، الرز بلبن في مش الشخلعه وفي الكشري تحس هو معجن مش لايق على بعض. مش معجن ولا عامل زي اللي هو اللهم صل على النبي، قولوا معايا، المقللين في الرز بلبن. بص بقى دي اصلا يعني إيه؟ اصلا مقلوبه وحالها يعني ما يعلم بها الا ربنا. دي اسمها طبق السعاده. طبعا هو اصلا لما جه حاطط لي الاوردر حاطط لي العلب كده مقلوبه على جنبها، مش وقفها. طبعا قبل ما جيت لغايه هنا فالدنيا اتقلبت. ما في فتحه ليها شفه فين؟ مبهدله يا ابني. بص البتاع عامل ازاي؟ انا مش عارف اقول بس يعني خلى المنظر. انا ليه؟ والله العظيم انت ما جبت له كلها الشوكولاته كلها يا اسطى ليه؟ انا جبت اشهر حاجه عنده. اشهر حاجه. مش عارف بقى. يعني اصل شكلها استغفر الله العظيم يعني بصراحه. شكلها عامل ازاي؟ بس احنا نجرب. ده عباره عن ايه بقى؟ دي رز بلبن برضو وشوكليت. فاهمه رز بلبن برضو ومكسرات. شوكليت ومكسرات. بسم الله. فيها زبيب وعين جمل وزدان. المكسرات حلوه، مكسرات فريش. حلو بس الماضي رز بلبن فيه. لا حلو بس يعني حلوه ومكسرات حلوه. اللي مش شايف الباكج مش عارف ده سوق فرع ولا لا. ما اعرفش ان ده سوق الفرع ولا لا. انا برضه عايز ابقى اجرب من مكان تاني. لا جربنا بتاع وسط البلد. انا مش عارف، لا بس انا ما جربتش من وسط البلد، مش عارف. لا مش الباكج. بص عامل ازاي يعني، دي بهدلت الشنطه. بص ما اعرفش بقى هل ده سوق فرع بقى ولا ده ايه. اخر حاجه طبعا احنا قلنا ايه، طول ما الرز بلبن مش باين فاحنا نجيب رز بلبن ايه من غير اي حاجه ولا اضافه بقى ولا مثلا قشطه ولا الحاجات دي خالص. ما تفتحش كده. استنى احنا ندوق من غير مكسرات وندوق بالمكسرات. شوف الطعم عامل ازاي. دوق كده وقولي لي رايك. حلو. لا حلو يعني ازاي؟ لا حلو. ده حلو. مش عارف الرز بيبقى فيه بس هو المكسرات عباره عن كميه زبيب يمكن 3-4. بص عين جمل بص هي دي كم واحده تاني بيزبنوهم زبيب بس ما عادش نشوف الزبيب عشان يعني هو ما يتقالش عليه اصلا مكسرات. بس المعلقه فصلت يا ولاد. المعلقه مش عاجبها حلقه. لا مش حلو. لا الرز بلبن مش كده. الرز بلبن سيء قوي يا جدعان قوي. بصوا هو الطبق الاولاني هديله 5 من 10. 5 من 10 لا ده انا اديله 2 من 10. ولا طعم ولا جوده ولا السعر غالي قوي. دينا لفقره التقييم.
طبعا اول حاجه عندك المتشخلعه دي ولا اسمها ايه؟ لا بمبوزه. بمبوزه. اهي البمبوزه دي عامله البمبوزه دي عامله 90 جنيه. تقييمك ايه؟ لا انا اديها 2 من 10 بس يعني كتير عليها سعر. وانا برضه. وطعمها ملهاش طعم اصلا. ده غير كمان ايه ده، هو اصلا قال لك في الاعلان حاجه وباكت بتلاقي حاجه ثانيه. دي حقيقة. هل ده بقى سوق فرع ولا ده سوق ايه مش عارف، بس هو في الاعلان كان قال لك تفاح اخضر على احمر على بقى مانجا وبعد كده قشطه وبعد كده ايه بولة ايس كريم بقى اللي انت تختارها بالنوع. انا حتى لما رحت الفرع ما قاليش تختار اني حاجه ايس كريم، حط لي بمزاجه وممكن ما كنتش حاطط اصلا. انا مش مقتنع حاطط ماشي. هو بس اولا دي 2 من 10 احنا مش ولا طعم ولا سعر يعني دي انا 90 جنيه غاليه قوي بصراحه. ودي متشخلعه ولا شخلعه ما عجبتنيش. انا دي ب 40 جنيه. انا زيرو. يعني انا ممكن بص ده مثلا ايه لا اديها 2 من 10 برضه عشان لا. يعني ما عجبتنيش خالص. ودي ايه دي النوتيلا الكشري. الكشري ده عامل 60 جنيه. بص انا هديله 5 من 10 ان ما كانش سيء قوي بس برضه الكميه انا هديله 5 من 10 بسبب الكميه ان العلبه لسه فاضيه، العلبه لسه ما وصلتش اصلا وجايب ربع العلبه، وقبل انا جبتها قبل كده كانش كده. لا انا اديها 8 من 10 عجبتني الصراحه. لا أنا كل حاجه فيها كل حاجه ليها طعم في العلبه الصراحه يعني. دي انا اديها ممكن اديها برضه 5 من 10 عشان سوء التخليف، يعني سوء التخليف بتاعها وحش قوي. هي طعمها حلو بس التخليف بتاعها وحش، الشوكولاته ساحت في كل حته بهدلتني لا انا هديها 7 من 10. منظرها ما كانش حلو. هديها 7 من 10. سعرها كام؟ دي عامله 60 جنيه. انا هديها 7 من 10. وعندك الرز بلبن مكسرات 60 ولا 50؟ 40 جنيه مش حلو. انا مش هو مشكلته في مشكله في الرز بلبن عامه في كله، حتى تحس الرز بلبن معدي. بص انا هديها 7 من 10 عشان خاطر المكسرات مش مكسرات. يعني هي المكسرات برضه مش قوي بس برضه الطعم مش قوي يعني. لا يعني تجربتي مع ابو لبن لغايه دلوقتي في الحاجات اللي نسيت لا. ممكن فروع ممكن فروع بس انا برضه مش هظلمها، انا برضه يعني قدام شويه هحاول مثلا ان انا اجيب من حته ثانيه واشوف الدنيا فيها ايه وبقول لكم برضه لو لقيت نفس الكلام برضه هو يبقى لا. لو وصلتوا بقى معانا لاخر الفيديو ما تنسوش تقولوا تحطوا لايكات واشتراكات وتقولوا لنا كومنتات حلوه وتقولوا لنا عجبكم الفيديو ولا لا، وقولوا لنا الفروع اللي انتوا عايزين نجربها واشهر الاكلات اللي انتوا عايزين قولوا لنا رايكم في السلسله دي وان شاء الله في مطاعم ثانيه كتير. وقولوا لنا في الكومنتات انتوا عايزين فرع ايه يعني مطاعم ايه واحنا نجيب منها. وصلتوا لاخر الفيديو. سلام.